اوعى تنخدع بعروض البنوك مهما كان شكلها حلو. دي كانت من نصايح الكاتب الأمريكي جاكسون لابنه علشان تنفعه في حياته، وطبعهم في كتاب، والمفاجأة الكتاب حقق أعلى المبيعات، والناس بدأت تتداول النصايح دي في كل حتة. ومن أهم النصايح دي: في عيد ميلاد مراتك هات لحماتك وردة. ما تخرجش من البيت من غير ما يكون في جهاز إنذار حريق. توكل على ربنا بس اقفل بابك كويس. ما تيأس أبدا، وخليك دايما سايب خط رجعة. اوعى تاخد قرار وانت غضبان. لو مش شجاع تظاهر بالشجاعة، محدش هياخد باله. ما تحرمش حد من الامل، يمكن يكون ده كل اللي معاه. لو شفت كتاب حلو اشتريه حتى لو مش هتقراه دلوقتي. كن لطيف اكتر من لازم، لكن ما تخليش حد يستغلك. ما تستثمرش في البورصة بفلوس مش قادر تخسرها. اوعى تدخل شراكة مع واحد فشل 3 مرات. ابتسم، دي حاجة ببلاش بس قيمتها بالدنيا. ما تجادلش ضابط شرطة. شجع ولادك يشتغلوا أول ما يوصلوا 16 سنة. ما تصدقش كل اللي تسمعه. ما تصرفش كل اللي معاك. ما تنامش اكتر من لازم. لو أمك قالت لك هتندم غالبا هتندم. العقبات الكبيرة وراها فرص عظيمة. اختار شريك حياتك بحرص، القرار ده 90% من سعادتك أو تعاستك. لما الفرصة تيجي على بابك افتح لها وسيبها تبات. احكم على نجاحك بقدرتك على العطاء مش الأخذ. ما تتجاهلش الشيطان مهما لبس بدلة شيك. دلع مراتك لكن ما تدلعش ولادك زيادة. اقضي مع أولادك وقت أكتر من فلوسك اللي بتديها لهم. ابعد عن الأماكن المشبوهة، المصايب بتحصل هناك. كل شخص تقابله عنده حاجة مميزة، حاول تتعلمها. سجل صوت أمك وأبوك وهم بيضحكوا، بكرة تشتاق لصوتهم لما يرحلوا.